طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. دعوة للمجتمع من أجل حماية البيئة. استقبال حافل للدراجة العالمي بنيام قبرماي. غوتيريش يدين الهجوم الإرهابي في شرق بوركينا فاسو. وزير الخارجية الصيني وممثلو ساماو يوقعون صفقة اتفاق. إيران تعلن احتجاز ناقلتين نفط يونانيتين في الخليج. إلى التفاصيل. بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب الرئيس محمد بن راشد آل مكتوم برسائل تهنئة لحكومة والشعب الإريتري بمناسبة الذكرى 31 لعيد الاستقلال المجيد. وأعربا في رسالته التهنئة عن تمنياتهما بدوام الصحة والتوفيق في العمل لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والرخاء والازدهار لإريتريا وشعبها. دعت وزارة الأراضي والمياه والبيئة المجتمع للعمل الجاد لحماية البيئة، وذلك في رسالة بمناسبة 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة. وأوضح مدير قسم البيئة بالإنابة في الوزارة السيد كبرم أسمرم أن يوم البيئة يحتفى به هذا العام بشعار لا نملك سوى أرضا واحدة لنحافظ عليها، وتشمل فعالياته مسابقات معلومات عامة وسيمينارات تنويرية لرفع الوعي وأنشطة النظافة. وذكر بأن من 10 إلى 12 طن من التربة تنجرف سنويا بسبب السيول في البلاد، مشيرا إلى الأنواع المعرضة للانقراض في النباتات والحيوانات، ويجب الدفع بجهود رعاية وحماية البيئة. وقال أن المصاعب البيئية الكبيرة التي تظهر في إريتريا بسبب التغير المناخي تتمثل في الجفاف وفقر التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي والمياه ودمار القطاع النباتي وانقراض التنوع الإحيائي. ولمواجهة هذه التحديات قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإعداد 61 دراسة بشأن التنوع الإحيائي وإدارة النفايات والمواد الكيميائية والتغير المناخي وتأثيره، بالإضافة إلى السياسات والقوانين والتشريعات والتعليمات. وأشار إلى أعمال حماية التربة وحفظ المياه وإدخال وسائل الطاقة البديلة التي تنتظم بالبلاد للحد من هذه الظواهر. اختتمت يوم 26 من مايو في إقليم جنوب البحر الأحمر احتفالات عيد الاستقلال التي بدأت في 23 من مايو. وجرى الاحتفال الختام الذي تخلله برامج ثقافية وفنية بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد مانتاي ومسؤولين مختلف المؤسسات الحكومية والجبهة والمواطنين. وأوضح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم السيد عثمان عبد القادر في التقرير الذي قدمه متابعة أكثر من 10,000 مواطن الحفلات الفنية التي شاركت فيها 4 فرق موسيقية وفرقة تراثية. وذكر أن الاحتفالات اشتملت على برامج ترفيهية للأطفال وخدمات أخرى قدمت للمحتفلين. ووزعت في المناسبة جوائز للفرق الفائزة في المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة روتلينغن وأويسكيرشن وكيسل الألمانية بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في مدينتي روتلينغن وأويسكيرشن بعيد الاستقلال يوم 21 من مايو ببرامج موجهة للشباب والأطفال. وأوضح سكرتير اللجنة الوطنية في كيلن السيد يوناس هاييه في المناسبة أهمية تأطير الشباب الواعي في جميع البرامج الوطنية. وجرى احتفال مماثل يوم 26 من مايو في مدينة كيسل. وشرح رئيس اللجنة الوطنية في مدينة كيسل السيد أبراهام قبرز جابير مضمون الاستغلال والتضحيات المقدمة من أجله، قائلا أن المشاركة الواسعة للشباب والأطفال في البرامج الوطنية تعكس توارث القيم.
ونظم احتفال في اليابان بالفيديو الافتراضي خاطبه سفير إريتريا في اليابان السيد ستيفانوس أفورقي، موضحا أن هذا اليوم العزيز نتاج نضالات الشعب الإريتري وتضحياته. وهنأ عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة البرلمانية للصداقة اليابانية والاتحاد الأفريقي شيرو أزايوا الشعب الإريتري بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال، معربا عن تمنياته الطيبة لإريتريا وشعبها. وعرض في المناسبة فيلم وثائقي أعده صحفيون يابانيون نهاية سبعينيات القرن الماضي بعنوان أراضٍ محررة جافة، يعكس نضال الشعب الإريتري وتحدياته. دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عسب السيد تسفالتين قرماي أصحاب العمل لاحترام قوانين العمل لخفض انتهاكات القانون بسبب الاتفاقات غير القانونية التي تجري بين أصحاب العمل والعمال. وأوضح لدى لقاء أصحاب المرافق الخدمية في مدينة كرن يوم 26 من مايو أن على أصحاب المرافق معرفة قوانين العمل وأهدافه وسبل تنفيذها وفوائدها لخلق علاقة عمل صحية والقيام باتفاقات قانونية مع العمال. بجانبه أوصى مسؤول وحدة العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عسب السيد تحية حقوس لترسيخ المعرفة بالقانون في أصحاب العمل من أجل توسيع فرص العمل للمواطنين وضمان حقوقهم، داعيا لخلق بيئة عمل جيدة واحترام إعلان قانون العمل رقم 118/2001. وقال قاضي محكمة العمل الأولى السيد أفوق تسفى ميكائيل أن الإهمال وانتهاك القانون وعدم معرفته من العوامل التي تضر بالعامل، ويجب على جميع أصحاب المرافق الخدمية احترام القانون. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى المصاعب التي يواجهونها من العمل مطالبين القيام بالتوعية لضمان السلامة في مواقع العمل. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسب السيد محمد جابر بوجوب منح الأولوية للعامل في الاتفاقات والمعاهدات التي تجري، مناديا العامل وصاحب العمل احترام قوانين العمل. استقبل الدراج بنيام قرماي عضو فريق انتر مارش البلجيكي الذي صنع تاريخا ناصعا لإريتريا وأفريقيا في طواف إيطاليا الخامس بعد 100 بحلوله أولا في إحدى جولات السباق في مشاركاته الأولى في الطوافات العالمية. استقبل استقبال الأبطال لدى عودته إلى أرض الوطن، وقد جرى استقبال حار من الآلاف من المواطنين للدراج بنيام بدءا من مطار أسمرة الدولي ومرورا بالشوارع الرئيسية وصولا إلى فندق أسمرة بالاس. وقال دراج بنيام في تصريحات صحفية أن الاستقبال الذي وجده من الشعب الإريتري يعده أفضل من الانتصار الذي حققه في الجولة العاشرة من طواف إيطاليا، مهديا النصر للشعب الإريتري. وذكر الدور الكبير للتشجيع الذي وجده من الإريتريين في الداخل والخارج في الانتصار الذي حققه، مشيدا بالتشجيع الذي قاموا به في طواف إيطاليا ومن قبل في سباقات فرانكفورت وإيشبور. وأكد بنيام أنه سيبدأ التدريب بعد أيام قليلة للمشاركة في السباقات الدولية وبطولة إريتريا الوطنية هذا العام بعد توقفه عن ركوب الدراجة لإصابة عينه أثناء الاحتفال بفوزه في طواف إيطاليا. وهنأ مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن الداخلية بنيام والشعب الإريتري بالإنجاز الذي تحقق في طواف إيطاليا، قائلا أنه يتوقع من الدراجين الشباب الفائزين بالذهب في بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية التي نظمت في شرم الشيخ المصرية العمل بقوة للحفاظ على هذه الانتصارات وتحقيق الأفضل. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم والإرهاب الذي شنته جماعات متطرفة بمنطقة ماجوري شرقي بوركينا فاسو الذي راح ضحيته نحو 50 مدنيا. وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم ستيفان دوجاريك الأمين العام يدين بشدة مقتل حوالي 50 شخصا على أيدي جماعات مسلحة في 25 من مايو بماجوري شرقي بوركينا فاسو.
ولفت إلى أن الهجوم الموقيت يأتي في أعقاب حادثين مشابهين وقعا في 14 من مايو في ماجوري، قتل فيهما 17 مدنيا و11 جنديا على التوالي. وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 50 مدنيا من سكان منطقة ماجوري بشرق البلاد. وقع وزير الخارجية الصيني اتفاقا مع ساموا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في استمرار بكين في استمالة المنطقة. وقالت ساموا أن وانغ يي الصيني الذي كان يقوم بجولة في المحيط الهادي سعيا لإبرام اتفاق يضم 10 دول بشأن الأمن والتجارة أنهى زيارة إلى ساموا حيث التقى برئيس الوزراء فيامي نعومي ماتافا ووقع وثائق تشمل اتفاقية تعاون اقتصادي وفني. وثم توجه وانغ إلى فيجي حيث من المتوقع أن يدفع باتجاه الاتفاق الإقليمي في اجتماع ستستضيفه في 30 من مايو. هذا ودعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادي إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن. وتوجهت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى فيجي في أول زيارة رسمية سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبيرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. بعد إعلان أثينا أنها ستسلم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا. وأفاد الحرس الثوري أن قواته البحرية أوقفت ناقلتين نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبهما في الخليج الفارسي، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني. واتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران بممارسة القرصنة بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط في مياه الخليج. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخصا تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي في تكثيف للضغط على بيونغ يانغ بعد استئناف إطلاق الصواريخ البالستية. وتأتي أحدث خطوة أمريكية بعد يوم من استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد ما سعى قادته الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ بالستية. واستخدمت الدولتان حق النقض رغم ما تصفه الولايات المتحدة بأنه الاختبار السادس لصواريخ بالستية عابرة للقارات أجرته كوريا الشمالية هذا العام. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. دعوة للمجتمع لحماية البيئة. استقبال حافل للدراج العالمي بنيام قمعي. من العام يدين الهجوم الإرهابي في شرق بوركينا فاسو. وزير الخارجية الصيني وممثلي ساموا يوقعون صفقة اتفاق. إيران تعلن احتجاز ناقلتين نفط يونانيتين في الخليج. في أمان الله وحفظه.